هلو خدعوك فقالوا اسمع كتير واقرا كتير هتتكلم انجليزي، وهتلاقي الشكوى على جانب التاني انا بسمع تقريبا طول اليوم او بقرا تقريبا كتير جدا ولسه مش قادر اتكلم انجليزي. ببقى فاهم معظم الكلام بس مش قادر اساسا اتكلم، لساني مربوط مش عارف ليه. ودي شكوى عامه. انت كده شغال على الليسننج ودي مهاره، وشغال على الريدنج ودي مهاره برضو. اما السبيكنج والرايتنج دول مهارتين محتاجين شغل برضو زي ما انت شغال على الليسننج والريدنج. فانت كده شغال باسيف على السبيكنج والرايتنج وشغال اكتف على الليسننج والريدنج. فطبيعي جدا الليسننج بتاعك يتطور والريدنج بتاعك يتطور، انما السبيكنج والرايتنج تحس بيه بتطور بسيط جدا ان انت مش شغال عليه. وده سبب جوهري في ان انت فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه بس لسانك مربوط مش قادر ترد، لان انت ما عملتش اكتف براكتسنج على السبيكنج وعلى الرايتنج. وده سبب جوهري انك اساسا بتبقى فاهم معظم الكلام بس مش قادر ترد. عشان خاطر كده احنا في برنامج ال 45 يوم امريكان انجلش بنركز ان انت تتكلم انجليزي امريكي. هتتكلم من اول يوم، هتتكلم من غير مجهود، وهتتكلم مهما كان مستواك، وهتتكلم من غير سنين ضوئيه من المذاكره.